اعطني شعرة من رأسك أقل لك من أنت. اسمك زيادة، عمرك يدي على 19-20 سنة كده، طالب جامعي، حياتك مرتاحة. اعطيني شعرة من رأسك أقل لك من أنت. مقولة كانت منتشرة، ازاي شعر هتعرفنا أنا مين؟ لا مؤاخذة يعني. في الحقيقة الشعر دي هتعرفك أكتر من نفسك أنت شخصيا. طب ازاي بقى الكلام ده؟ ببساطة شديدة، لأن كل خلية في جسمك فيها الدي إن إيه، اللي هو بين قوسين المعلومات الوراثية. المعلومات الوراثية في كل خلية بتاعت حضرتك، في كل خلية، يعني من خلايا صباع رجلك الصغير لخلايا خصلة شعر. طب تمام، احنا دلوقتي فهمنا علاقة الشعر بالموضوع. ازاي بقى الدي ان ايه يعرف عني كل حاجة كده؟ مش المفروض في احترام خصوصية؟ الدي ان ايه بيتكون من جينات، والجينات بتتكون من نيوكليوتيدات. كل نيوكليوتيدة فيها قاعدة نيتروجينية اللي هي أهم حاجة في الدي ان ايه دلوقتي. القاعدة النيتروجينية دي عبارة عن 4 حروف، الاي والسي والتي والجي، ودي بيكون لها سبحان الله لغة معينة زي لغة البرمجة كده. اللغة دي بتكون على حسب ترتيبهم في الحمض النووي، مع اختلاف الترتيبات بيكون بروتين معين على حسب الترتيب. يعني زي مثلا نقول مثلا الانسولين ACGTTAC وهكذا. طبعا ده مثال ليس له علاقة بالواقع. فزي ما قلنا ان ترتيب النيوكليوتيدات يفرق في نوع البروتين اللي هيتم تصنيعه. ممكن يطلع بروتين يستخدم وظيفيا برضه سواء هرمون او انزيم، ممكن يكون بروتين يستخدم في تشكيل البنية الهيكلية. فالدي ان ايه بجانب انه حامل لجميع معلوماتك الوراثية، فهو المصنع للبروتين اللي لا غنى عنه في الجسم. بس بصراحة بقى عشان اكون صريح يعني معاك، هو الدي ان ايه بيصنع البروتين بس بشكل غير مباشر، بس مش هقول لك مين اللي بيصنعه بشكل مباشر. فما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك، والفولو والشير بقى وكل الحاجات دي. كل سنة وانت طيب.